أنا شاهدت المباراة أمس صراحة. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أبهرني بهذا الأداء وهذا الفوز الساحق ضد منتخب إسبانيا. أنا أرفع القبعة لكم أخواننا المغاربة. أقل من 20 سنة المغرب كنا نتمناه على الأقل حقق في يوم من الأيام ولو 10% من إنجازات المنتخب المغربي الشقيق في المغرب. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة والله أنا شاهدت المباراة أمس صراحة يعني قلبك يوجعك. تعرف بأنه هذا المنتخب المغربي الشقيق والعزيز على قلوبنا يستحق كل التقدير والاحترام لأنه استطاع التفوق على منتخب إسبانيا بهذه النتيجة الساحقة. عطاوا له كل الامكانيات بشهاده المدرب نفسه اللي كان قال باننا رايحين من اجل تحقيق شفنا مباراه امس اللي كان الفوز فيها. اعطينا صور هذه المواجهه للمنتخب المغربي الحبيب امام منتخب الاسباني. اليوم تاكدنا ان المنتخب المغربي اقوى منتخب في القاره الافريقيه، لانه هذا المنتخب قلنا بشهاده الطاقم الفني والاتحاديه منتخب عظيم ونحسد المغرب الشقيق عليه، سواء منتخب اقل من 17 سنه او منتخب اقل من 20 سنه. من اين ناتي لمنتخب عظيم كهذا؟ المسؤوليه يتحمل السيد رئيس الاتحادية الجزائرية الذي كان يقول اتركونا نعمل وبعدها حاسبونا. اليوم هذا المنتخب رانا نشوفه في هذه الصور منتخب يستحق كل التقدير والاحترام ويجب أن نأخذ العبرة منه وجها لوجه. لأقل من 20 سنة عندهم 19 سنة اللاعبين هذو. بالنظر للترتيب، أعطيني الترتيب الآن. الترتيب يقول بأن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة مصنف ضمن كبار المنتخبات العالمية، وإحنا خارج السباق مثلما نحن خارج السباق في منتخب مع منتخب أقل من 17 سنة. محمد قاسي سعيد، أين هو الخلل في المنتخبات الشبانية؟ كنا نقولوا كنا نيجليجيو لي زيكيب تاع لي جان. الآن هذه الاتحادية وضعت كل الإمكانيات في لي زيكيب تاع لي جان، ما كانش التأهل حتى لكأس إفريقيا. وما يقولولناش كنا ندو كأس العرب وكذا من قبل، لأنه كي لحقنا كأس إفريقيا بريمي تور إليميني ونضمناها في بلادنا. منتخب أقل من 17 كارثة، منتخب ألعاب البحر الأبيض المتوسط كارثة تاع لي جان. في كل مرة كوارث بالجملة. لماذا حسب رأيك كلاعب سابق مريت على مختلف المنتخبات الشبانية؟ يواصل الصعود في سلم ترتيب الفيفا. باهي باش ما نطولش عليك، احنا مش قلت لك مره انا المغرب اقتحمت ساحه العظماء، حديقه ولا ساحه ولا ميدان بليتو اللي صعيب ياسر. ميدان الكبار في كره القدم، واصبحت من الكبار، معناها اصبحت عالميه. المغرب تقول بصراحه كي تربح بك المستوى اللي ريناه بالنسبه لي ليست مفاجاه، فهي نتيجه طبيعيه لما قدمه ونتمنى معناها باش يكون معناها في تطور. انا واش نقول هنيئا للمغرب الشقيق. نحي الفيكتوار لا فيكتوار مي يا خويا الاخراج التلفزي يفو دير لا فيريتي تكنيك ليماج الجمهور التيران كل هذا كل شيء الفار كل شيء ذي رسالة شو رسالة؟ إخراج حضور جماهيري. كل ما دار حول المباراة فهو عالمي وهنيئا للمغرب. هي بداية لصناعة مجد جديد للمغرب على مستوى كرة القدم. هذه الملحمة ستكون هي البداية لصناعة مجد جلوار ناسيونال بور الماروك. هنيئا لكم. امين. والله يا رضوان انا نقول لك بصراحة ناخذ المغرب، والمغرب ولات في النتيجة اللاعبين هذوما عجبوني سيتي نرونا في المستوى. المقابلات اولا لو تحكم المنتخبات الجزائريه في الدورات المغلوقه رضوان دائما يخرجوا ما يتاهلوش. ما تاهلناش ميم با. الدورات المغلوقه كيما هذه. لا هذه ما تاهلناش كاس افريقيا. خلينا نكون رحنا لكاس افريقيا واقصينا معليش اوني ميم با مع الكوطه رضوان هذه شغل هذه الدوره مغلقه يجوزوا زوج سير. هذه الدوره مغلقه رضوان ما قدرناش نمشيو. من بعد نتكلموا على السيستم دو كومبيتيسيون رضوان تاع لي جان. تصور انت روح شوف المجموعات شرق غرب وسط، شوف تعطيك لي ايدي باللي هذا خطا كبير. يعني المشكله في المنظومه كلها خطا. لا ما كاش. ومن بعد تقول لي الحل هو لي زاكاديمي. عطاو الامكانيات الماديه الاتحاديه، عطاو لهم الامكانيات باش يمشيو يلعبوا في الخارج لي تورنوا، ولكن الامكانيات يعني تاع تصور انهم راحوا يلعبوا في كوت ديفوار لانهم كانوا يمنيوا النفس انهم يبداوا يحضروا مع الافارقه، لانهم داروا في بالهم باللي اون فا اتر كاليفي بور لا كوب دافريك ايفا. احنا ما جوزناش ميم با في شمال افريقيا. من بعد زيد المديريه العامه ايضا عندها المديريه الفنيه عندها قسم من المسؤوليه في اختيار المدربين، ولا مانيش فاهم. بعد كان كولاج دونترينور هذاك ولا واسمه هذاك راه قاعد برك هكذا قاعد يخلص وما يدير حتى شيء، ما يدخل روحه في حتى شيء. المفروض اليوم يعني المديريه الفنيه تحط الاستقاله ديالها. فشلتوا الله يسهل عليكم. دو كاتيجوري في سمانه. فشلتوا حط الاستقاله ديالك على الاقل وخرج بشرف. واضح. المغرب مبروك عليهم. الو خويا ايمين يعطيك الصحه على البرنامج نتاعك.
أما بالله لازم نقول كلمة من قلبي، راني فرحانة برشا بفوز المغرب أقل من 20 سنة على إسبانيا. حاجة تفرح، حاجة تشرف. المغرب اليوم ولا قوة كروية كبيرة يا أخي. شفتوا كيفاش يلعبوا؟ تنظيم، احتراف، كيف أوروبا. جمهور يهبل بصراحة، يستحقوا كل التقدير. أما نجيل تونس والجزائر يا حسرة، كرتنا مريضة، مسؤولين نايمين، ما يخدموش كان بالكلام والخرطي. الجزائريين ديما يغيظوا على المغرب، غيرانين، ما يحبوش يشوفوهم يتقدموا. أما يا أخي العيب فيهم، يخربوا في ملاعبهم، يطيخوا بالقيمة، ومن بعد يلقاو كان الحجج الواهية. أنا نقولها بصراحة، المغرب سبقنا بمئات السنين في الكرة، في البنية التحتية، في التنظيم واللي غيران يشرب من البحر. تحيا المغرب وإن شاء الله ديما في القمة. وتحبوا تقارنوا، ايش تقارن؟ كان إلا العمل اللي يجيب، الا لو طرافاي يا سي خونا. نعم. تي البارح انا عجبتني الزوج لي كرافي حتى انا نموت انا هذا، باسكو حنا نحبوا حياتنا وهو الفوتبول. زوج يا ناس اللي تحبوا تتبعوا كره القدم، تحبوا الحق ما تحبوش الكذب. لاعبين في المستوى، لاعبين في المستوى يخدموا ترونكيلمون وهم يمشيو لونتمون مي سيرمون. اللي يحب يخدم ينال، اللي يحب يخدم ينال. ما تخدمش يجوزوا الناس عليك كي تيجي في وانت راك مازالك تولي كيما هذيك اللي خرجوها حاجه مليحه افونسي لاري، تقعد غير افونسي لاري افونسي لاري ما تافونسيش. عطيتك هذا المثال مثال في بلاصتو يا سي خونا.